المعسكر ده كله لو اتصور يبقى احسن معسكر انا عشته في حياتي. اللعيبه كلها قريبه من بعضها، بنحب بعض، بنقعد مع بعض، كوميديا مفيش بعد كده. طبعا غير الشغل في الملعب وبره الملعب. يعني انا في الاول وفي الاخر مفيش حد ممكن اقول في البلد كلها عايز يكسب اللقب ده اكتر مني. الحمد لله كسبت كل حاجه في بعض اللقب ده. الضغط على اللعيبه مش هيفيدهم باي حاجه. انت خلي الضغط انا اللي شايله بقالي كتير كده كده. ما جاتش في كام شهر ولا كام اسبوع. هفضل اقول كده. كنت هو النهارده وانت بتلعب هم المرشحين الاكبر منك، عشان اللعيبه اللي بتلعب بره، وعندك لعيبه معظمها بتلعب جوه. بتلعب السنغال بطل افريقيا من 4 سنين. عندهم، بص على التشكيله كلها 27 28 محترف. بعدها شوف الثلاث فرق اللي صعدوا معاك، شوف اللعيبه بتاعتهم بتلعب فين. احنا لعيبتنا تاني لعيبه كويسه جدا، بنلعب معظمنا بيلعب في الدوري المصري. لكن الثلاثه المحترفين عندنا من ساعه ما كانت حسام 2 وربع بقوا 3 ارباع. حدش فينا بيلعب. ف فكلنا عايزين ندي لبلدنا اكتر حاجه ممكنه، وكلنا بنحارب بجد من قلوبنا عشان نكسب البطوله دي. فاتمنى ان شاء الله ان احنا يحالفنا التوفيق ونكسب. لكن سواء اي نتيجه تحصل، انا فخور جدا ان انا مع الجروب ده ومع المدربين دول، وفخور جدا بالوقت اللي انا قضيته هنا. حتى بشكر جدا جدا التنظيم في المغرب على اعلى مستوى، السكيورتي كل حاجه على اعلى مستوى. فانا ما فيش بطوله في افريقيا انا قضيتها زي البطوله دي، فبشكرهم من هنا وبقول لهم التنظيم كويس جدا وموفقين دايما.